زي ما احنا عارفين رمضان طواجن بقى ومحاشي وكده. واكيد الولاد طبعا بتيجي تمل علشان دايما مش بياكلوا في رمضان فاست فود. فبيشتاقوا له طبعا جدا. فالولاد عندي كان نفسهم ياكلوا برجر قوي. قلت لهم خلاص هنعمله يوم في فطار رمضان، وهعمل لكم احلى سندوتشات برجر. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس مننساش لايك وشير والاشتراك في القناة. اول حاجة انا جبت نص كيلو لحمة مفرومة، وجبت رغيف بلدي بليته كده. كنت الاول بستخدم فول صويا خاص بالبرجر، بس سمعت ان هو غلط فقللت منه ما عدتش بستخدمه. الرغيف ده طبعا بيمسك اللحمه وكده وبيبقى حلو قوي. وهبتدي بقى اعجنهم مع بعض، وجبت كمان خلطه البرجر وحطيتهم عليه. طبعا مش لازم استخدم خلطه البرجر دي، انا عملت برجر كذا مره معاكم في القناه. بس انا قلت كنوع من التغيير يعني. وعجنتهم وهحط ملح وفلفل. عملوا لي 8 برجرات زي ما احنا شايفين كده. بعد ما عجنتها بقى كويس وعملتهم كرات، هجيب بقى المكبس بتاع البرجر، وهجيب بقى الاكياس النايلون افتحها، واعمل لكل برجرايه كيس كده. هوريكم ازاي. تمام. هجيب بقى كل قطعه احطها، واحط كمان كيس، الكيس عليها طرف الكيس التاني، يبقى طرف الكيس تحتها وطرف فوقيها. وابتدي اعملها بالمكبس بمنتهى السهوله. المكبس ده حلو قوي بصراحه يا جماعه، حلو قوي يعني، وبيشكلها وبيخليها شكلها حلو، وبيعمل فيها الخطوط بتاعة البرجر دي بيخليها لذيذة بصراحة. شايفين؟ هشيلها بقى كده بالكيس بتاعها. تمام. طبعا انا بعد ما بشكلهم كلهم لازم ادخلهم الفريزر لحد لما يمسك يتماسك معايا. تمام. مفيش اسهل من كده. يبقى نص كيلو لحمة مفرومة، حطينا عليه رغيف بلدي، وحطينا البهارات بتاعتي، وهعملهم بالمكبس. كده البرجر بقى جاهز. صعب؟ سهل جدا، مفيهوش اي حاجة. مم. على فكرة، وممكن احتفظ بيه كده في الفريزر فترة، اسحب منه وقت ما انا عايزة. يعني ممكن احتفظ بيه فترة طويلة في الفريزر. سندوتشات المدارس، يوم مستعجلة ما فيش اكل. آم، احتفظ بيه واعمل زي ما انا عايزة، واسحب منه وقت ما انا عايزة. بحاول اساوي، بخلي كل الاطراف قد بعضها، مفيش حتة يعني زايدة عن حتة. شايفين؟ جميل جدا وسهل قوي. هخلص بقى الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده. خلصتها اهي كلها. دخلها بقى الفريزر زي ما قلنا تتجمد قبل ما استخدمها. مفيش اسرع ولا اسهل من كده. بعد ما تجمد بقى وكده، وهبتدي بقى خلاص هعمله سندوتشات. هجيب الطاسه او الجريل بتاعتي. يستحسن طبعا تكون تيفال، احط فيها اي ماده دهنيه بسيطه. وابتدي افتح، هو طبعا مجمد دلوقتي. شايفين؟ وابتدي ارص بقى. طبعا بسخنها كويس قوي. شايفين الجمال؟ احلى من الجهاز والله. لو لسه هتشوف السندوتشات يعني حاجه كده فاخر من الاخر. طبعا كل بقى ما يحمر جنب بقلبه على الجنب التاني. تمام. كان عندي برضو موتزاريلا ستيكس، الجبنة دي. هبتدي برضو احمرها، وبرضو احطها في الساندوتش بقى عشان الولاد ينبهروا. الحاجات دي طبعا انا عارفة كل الولاد بيحبوها، بيحبوا الفاست فود وكده. بس طبعا الانضف ان انا اعمله في البيت.
جبت بقى العيش الكايزر كمان، وجبت شوية صوصات كده، وادي الجبنة اهيت، وادي بطاطس، حمرنا بطاطس، وكمان اهم حاجة بقى الكابوتشا. تمام، اللي عايز يحط شرايح طماطم يحط، اللي عايز يستخدم الكاتشب يستخدم كاتشب. صوص البرجر ده تحفة جدا. انا كنت اول مرة اجيبه بصراحة، انا كنت بجيب برانش وبجيب حاجات تانية، بس الصوص ده عجبني قوي، احلى كمان بتاع الجبنة التشيدر. ولادي بيقولوا ان هو شبه صوص البيك تيستي بالظبط. حطيت بقى صوص، وحطيت كابوتشا، وحطيت كمان البرجر. طبعا انا العيش حمصته، قطعته نصين كده وحمصته برضو على الجريل، بيدي طعم حلو قوي. وسعت بقى لنفسي كده عشان اوريكم ساندوتش. هجيب كمان موتزاريلا ستيكس احطها. قلت استخدم بقى ايه صوص تاني بتاع الجبنه التشيدر، بدل ما احط قطع جبنه استخدم الصوص ده. تمام. عشان بقى يثبت معايا، جبت الخله او التوث بيكس، وحطيتها كده. بس طبعا بنبه الولاد وهما بياكلوا ان هي موجوده، علشان خاطر ما تجيش في بقهم او حاجه. تمام. ممكن استخدم العصيان الطويله بتاعت الشيش طاووق. احط بقى البطاطس كده، بقت ايه وجبه متكامله جميله بقى، مع اي عصير بقى كده. تمام. طبعا الولاد اكيد بيحبوا الكلام ده كله. دي الكميه كلها بقى بعد ما خلصتها، كان شكلها تحفه جدا وعجبت الولاد قوي. جربوها على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم. ساندوتش جميل جدا. زي ما قلنا، اللي حابب يزود شرايح طماطم، شرايح بصل، براحته خالص. ده كان شكل البرجر طبعا قبل ما يدخل الفريزر. ولو عجبنا بقى الفيديو ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع تحياتي ولا أعز. دوروا على القناة هتلاقوا فيها وصفات كتير عملناها في رمضان، هتعجبكم جدا. شوفوها وتابعوني، واكتبوا لي تعليقات، شوفوا حابين نقدم ايه الفترة الجاية. يلا سلام.